ودي أطرح عليكم موضوع صراحة لفتني أثناء حواري مع أختي الفترة الماضية. كنا نسولف وقالت أنا دخلت مقابلة وكانوا يقولون لي ليش جالسة 4 سنوات في جهة واحدة؟ هذا يعطينا انطباع أنه أنت جالسة في كومفورت زون، ويعني ما تسعين أنك تتطورين أو تدخلين تحديات في عملك. فصراحة تقول إن هذا كف جاني، تقول أنا يعني كثير أسمع إنه لازم تستقر، وأنا استقريت 4 سنوات. تقول استغربت إنهم بعدين يوم دخلت انترفيو أحد صفقني هذا الكف. فهي تحسدني إني أنا من الناس اللي كل سنة ونص في مكان، وأنا يعني اللي كل سنة ونص في مكان أحسدها إنها مستقرة. فكان شيء مضحك. قلت ترى كل واحد يعاني في حربه الخاصة. يعني أنا أعاني إن الناس كل مقابلة قاعد ينظر علي، أنت ليش جمبر؟ أنت ليش تطلعين؟ هذا يعطيني انطباع. وفي ناس تقول لا والله أنت يعني عندك اكسبيرينس في أكثر من مكان، وهذا اللي خلانا في المقام الأول إنه نرغب فيك. فهو شيء يعني هذه مشكلة الموارد البشرية، إنه هو علم نظري. يعني لو هو 1 زائد 1 يساوي 2 كانت الدنيا ماشية صح. بس هو مشكلته إنه كل واحد ينظر، كل واحد له، يعني كل أخصائي توظيف أو كل مسؤول توظيف له وجهة نظر. يعني في شخص ممكن بجهة يوظفك عشانك تتنقل، وفي شخص ممكن يرفضك عشانك تتنقل. في أحد ممكن يوظفك عشانك مستقر، وفي أحد ما يوظفك عشانك مستقر. يعني صراحة أنا حبيت أطرح هذا الموضوع عليكم عشان أشوف حتى أنتم وجهة نظركم إيش. بالنسبة لي الموضوع هذا يعني ما شفت أحد من زملائي اتفقنا على وجهة نظر واحدة، كل له وجهة نظر مختلفة. ولكن وجهة نظر الشخصية أنا أشوف التنقل نوعا ما يخيف الواحد. يعني أنا بالنسبة لي لو أنا صاحب شركة مالي خلق كل سنة ونص أروح أدرب واحد، لأنه فيه يعني لو نقعد نمسكها عمليا هو في هدر للتوظيف. منطقيا هي يعني أشوف أنها سلبية، ولكن أنا ما أرفض شخص تنقل مو عشان نفسي. أنا أحس لي وجهة نظر بهذا الموضوع اللي هي إنه التنقل لازم يكون مبرر. يعني إذا كان عنده تبرير واضح منطقي، يعني خلاص ما عندي مشكلة في التنقل. لما يكون تبريره للتنقل حقه أقنعني، أتليست إنه أقنعني أنا. فهذه وجهة نظري الشخصية صراحة بهذا الموضوع. وشفتوا إنه كلها نظريات، كل واحد يرجع لنظريته. فهذا المضحك المبكي. ولكن ما هو مقنع اني والله اخلي اجلس 2 في مكان ما يناسبني وقاعد يضعفني ويخلي السوق يتقدم وانا جالس في نفس المكان عشان والله ما حد يقول لي انه انا اتنقل او اني جمبر. انا اشوف هذا غباء. انا اشوف وين مصلحتي وين واروح، وهذا معلوماتي وهذه خبرتي وهذه مهاراتي. تبي خذني، ما تبي ترى عادي، انا مستقر في مكاني وانا قاعد اشتغل في نفس المكان. فاحس انه يعني اللي يقعد في مكان ما يناسبه عشان نظرية الاستدامة والاستقرار يعني قرار غير صحيح أبدا، ويظلمك ويظلم حقك. يعني مع منكم هل سبق وصار لك سؤال بخصوص هل أنت قاعد فترة طويلة في المكان أو أنك قاعد تتنقل، وكيف واجهت هذا الموضوع؟